يوم كل واحد فينا زي اي حد عادي بيعدي طبيعي، بس في حاجات في يومك انت ممكن ما تاخدش بالك ان هي مهمه للدرجه غير لما تتحرم منها او تحس ان هي اثرت في يومك بالسلب. فمعانا النهارده 7 من اكتر الحاجات اللي في رايي المتواضع وماي هامبل اوبينيون انها مهمه او صراحه ما اقدرش اعيش من غيرها. ممكن بعد الحاجات دي تجيب لي مشاكل، بس shall we start. وقبل ما نبدا هم 7 حاجات، فاكتب لي الليسته بتاعتك او فكر فيهم كده قبل ما نبدا. ايه الحاجات اللي ممكن تكون في يومك ما تقدرش تستغنى عنها؟ ومش شرط يكون 7، بس اكتب لي الليست بتاعك وممكن نقارنها ببعض، وفي الاخر ممكن نكون انا وانت we are not so different، او انت يعني، بس عدد الفيميلز عندنا هنا قليل. ف let's go. رقم 1، والصراحه لما جيت اعمل الفيديو ده ما فكرتش فيها كتير، اول حاجه جت في دماغي الاغاني ببساطه هي غذاء الروح. ممكن اغنيه تقلب مودك خالص للسلب او للحلو، يعني ممكن اغنيه بسبب ان انت سمعتها تقلب مودك 180 درجه ان انت خلاص تبقى قرفان من الدنيا اساسا، وممكن بسبب اغنيه تتشجع وتقوم تلعب لك 20 ضغط كده وترجع تنام تاني، بس هي كانت السبب في ان انت تقوم تحاول تتغير او تعمل اي حاجه. وانا واحد من الناس اللي الصراحه ما اقدرش استغنى عن الاغاني خالص. تخيل معايا كده، عايز اشرح لك زي ما تقول فيلم رعب، بس خليك معايا الاخر. نزلت من البيت عشان عندك مشوار طويل وكنت نازل مستعجل ومتاخر، هوب انت نسيت الايربودز، نسيت السماعات، معكش اي حاجه تقدر تسمع منها اغاني طول الطريق. هاوز ذات فور باد ستوري. ما اعتقدش في حد في الدنيا خصوصا في سننا احنا، يعني ما اعتقدش في حد مش هيتاثر بالموضوع ده. يعني انا احكي لكم عن نفسي، انا بسمع اغاني حرفيا في كل حته. قاعد بمنتج بسمع اغاني، شغال على فوتوشوب بسمع اغاني، بطبخ بسمع اغاني، بستحمى بسمع اغاني، بعمل اي حاجه في الدنيا، ماشي لسه صاحي من النوم بسمع اغاني، اي حاجه بعملها بسمع اغاني. لهذا هي غذاء الروح، ولهذا هي اول حاجه جت في دماغي. لما جربت انقطع عنها اسبوع في الفيديو اللي كنت صورته قبل كده، اللي هو صوم 7 ايام عن الدوبامين، كان من ضمنها الاغاني. يخرب بيت الزهق، يخرب بيت الزهق. حقيقة كانت اصعب حاجه في الموضوع كله، بس للاسف الشركات بدات تستغل الموضوع ده. مش بدات، هي بتستغلها من بدري. شركات زي سبوتيفاي وانغامي، ان انت لازم تدفع اشتراك عشان تعرف تسمع الحاجه اللي انت بتحبها. That's so sad man. ورقم 2 معانا وهي القهوه. بص، انا شفت ناس كتير، في ناس اوبسست بالشوكولاتات، بيبسي، كاراتيهات كتير، يعني افوره في الاكل ايا كان، بس حرفيا كل ده جنب القهوه لعب عيال. Son, you know once you start there's no going back. بص، ممكن تقدر تستغنى عن القهوه كام يوم، بس حقيقي هيجيلك الوقت اللي هو انا عايز قهوه. لان القهوه it's not replaceable. القهوه شيء مهم في الدنيا وفي التاريخ كله، لدرجه ان في فتره من الفترات كانت محرمه، وفي ناس كانت بتصنفها على اساس ان هي مخدرات او حاجه. طيب يا سيدي، سيبك من كل الاسباب دي، خلينا نتكلم بالورقه والقلم. القهوه ثالث اكتر سلعه بتتباع في العالم بعد البترول. انت عايز ايه اكتر من كده؟ انا مش فاهم. يعني اثباتا من العالم كله ان القهوه حاجه جامده. we can't survive without coffee. عندك depression، اشرب قهوه. عايز تركز، اشرب قهوه. عايز تبدا يومك، اشرب قهوه. عايز تذاكر، اشرب قهوه. محدش فينا بيذاكر، بس لازم نعمل كوبايه قهوه، كوبايتين جد وساعتين قهوه، معروف. do I have to say more for example عشان اثبت لك ان انا سبحان الله الثلاثه مع بعض، عشان اثبت لك بس. وده it wasn't planned، انا ما كنتش مخطط للحوار ده، بس سبحان الله هم جم جنب بعض. دول كوبايات القهوه بتاعتي حرفيا، اللي بتخلص بروح اعمل في الثانيه، بتخلص بروح اعمل في الثانيه. it's time for coffee، مش عارف باين ولا لا. والثانيه it's time for coffee برضه زيها. ودي قهوه. وايوه انا بشرب الكوبايه دي كلها بملاها قهوه. it's enough to kill someone these days. هل ده تعبير كفايه اني بحب القهوه؟ بص، انا بحب القهوه بكل انواعها. لو انت بتحب القهوه انت بتحبها في اي حاله. اي حاله من الحالات كلنا بنحب القهوه. واللي بيكره الايس كوفي انت فيك، انت مش مننا، امشي، انت عارف نفسك. رقم 3، التصوير. هتقول لي يعني ايه التصوير؟ قصدك ايه بالتصوير؟ بص يا حبيبي، الفكره ان انا اكتشفت مؤخرا يعني ان انت تصور اللحظات اللي انت فيها، او حتى يعني مرورا بالوقت اللي انت بتعديه من غير اي سيدي اي حاجه انترستنج. الشيء ده مهم جدا، ان انت تكون بتسجل كل الميموريز بتاعتك. ممكن تكون سفريه ممكن ما تتكررش تاني، يعني مش شرط حتى تكون فتره سبيشال في حياتك، كفايه ان تكون فتره في حياتك ان انت بتسجلها، بتتصور. حته التصوير انت ما بتعرفش قيمته غير لما اللحظه اللي انت عايش فيها دلوقتي بتعدي. فكره ان كل الميموريز اللي انت طلعت بيها من الفتره دي او من الوقت ده هي اتسجلت في يعني كان فيديوز او الصور اللي انت بتتصورها. ورغم ان انت دلوقتي لو جيت تتفرج على صور قديمه ليك، في حاجات هتكون ناسيها وهتفتكرها بسبب الصور. في ناس معينه ممكن تكون ناسي ان هم عايشين اساسا، ولما ترجع تتفرج على الصور تفتكر ان هم انا فاكر ده وكان اسمه كذا وده كان اسمه ده. عارف حاجه زي ما تكون بتريفريش الميموريز بتاعتك. فيا التصوير حاجه مهمه جدا. وانا عارف ان في ناس بتبقى
عارف اللي هو ايه، خلاص يا عم فاكس نصور. وفي ناس بتحسها متحفظه شويه ان هي بتصور. انا كنت من الناس دي في فتره، بس عشان قدرت قيمه الصور دي بعدين، خصوصا الفترات اللي انت بتكون مسافر فيها مثلا بره البلد او ايا كان. الصور دي حقيقي هي الحاجه الوحيده اللي بتكون طلعت منها من الموضوع كله، واللي بسببها حاولت اغير الموضوع ده، او بمساعده ده يعني قدرت اغير الموضوع. ان انا حملت سناب شات عشان اقدر اخد صور كتير بقى في الستريكس. يعني بص، فتحنا الدنيا على البحر. وبحجه ايه يعني، انا بصور اللحظات اللي انا فيها بتبقى ميموريز، وبحجه ان انا بحط ستريكس بس مش اكتر. يعني عارف انت اقنع دماغك ان انت بتعمل حاجه مش عشان بس اصور وبتاع. عارف في لحظات كتير لو مش بسبب الستريكس ما كنتش هبقى بصورها اساسا. وحقيقي لما بروح اسكرول كده في السنابات اللي انا بعتها ببقى مبسوط ان انا فعلا احتفظت بالصور. رقم 4 الافلام. احنا اتكلمنا عن قد ايه الموسيقى مهمه لان هي غذاء الروح والخ، بس الافلام حقيقي مش بس بتقلب مودك، هي ممكن تكون بتعبر عن اللي جواك بالمواقف كلها. في ناس من كتر ما الافلام بتعجبها بتقعد فتره اللي هو ايه، انا دلوقتي متقمص الكاركتر بتاعت الفيلم ده لانها عجبتني وانا شايف ان ده تمام. في ناس بتعمل كده ان هي بتبقى متقمصه طريقه البطل او الكاركتر الاساسي اللي في المسلسل او في الفيلم لفتره، لان هي قد ايه هي اتعلقت بيه. احنا فعلا بنتعلق بالشخصيات ده. اتكلمت في الموضوع ده ان احنا قد ايه بنتعلق بالشخصيات في حلقه من الحلقات، هسيب لك الاي بتاعتها هنا وهنا. anyway، فانت دلوقتي مثلا متضايق، بتروح تتفرج على فيلم حزين، حاسس بشويه رومانسيه، بتروح تتفرج على فيلم رومانسي، اكشن، فانتسي، سوبر هيروز، تاريخي، او ايا كان انت بيبقى مودك عامل ازاي. عارفين ساعات لما بكون متضايق او ان انا عايز افصل دماغي خالص من اي تفكير او اي حاجه، حل واحد اللي بلجأ له هي السينما. السينما انا حرفيا بدخل بتفصل، لا مش محتاج اكتر من كده. بتبقى مركز في الفيلم وفاكر ان انت بتتخيل كل المواقف اللي انت حاسس بيها دلوقتي، ايا كان حزينه او سعيده، بتتخيلها في الفيلم ده. بص، مين ايا كانت القصه بتاعتك، لو اتفرجت على فيلم هتطبق قصه حياتك على الفيلم كله. حب الافلام لا يقارن بشيء. انا بتفرج على افلام كل يوم، يمكن اكتر من 3 افلام في اليوم. ساعات اصل في بص بيجي لك مودات. في اوقات بكون عايز اتفرج على افلام صغيره وانجز حالي، في ايام بكون عايز اتفرج على افلام 4 ساعات، ما عنديش اي مشكله. افلام من التايب بتاع لورد اوف ذا رينجز مثلا. محتوى الافلام ده كنز. انت عندك افلام مارفل، دي سي طبعا مش هنتكلم عليها عشان مش موجوده. حاجه مش موجوده هنتكلم عليها ازاي عشان جماهير دي سي عشان ما يتضايقوش. في افلام حلوه في دي سي، بس كتوتال كعالم مفيش عالم دي سي. فباد كلنا عارفين الحوار ده، مش هنرغي فيه كتير. المهم سلسله هاري بوتر، سلسله فاست اند فيوريوس، هانجر جيمز. الغريب قاعد يقول لي اتفرج عليها، غريب واحد صاحبي، جاد فاذر، افلام افاتار. ولهذا السبب انا كنت مأجل الموضوع ان انا اتكلم فيه، ان احنا عملنا قناه للافلام. It was taking a long time، بس عشان اتحمل مسؤوليه ان انا التزم بجد في القناتين، فكنت مأجل الموضوع. انا ستيل مأجل الموضوع، لسه مش هنزل عليه دلوقتي، بس we created that channel، اسيبها لكم هنا. خش اعملوا سبسكرايب تأهيبا يعني اللي انا هنزله. حد يجي دلوقتي يقول لي هل انت كده مصنف نفسك خبير في الافلام؟ وات دو يو نو. وندخل على رقم 5 وهو الشيت. طبعا عارف ان انا هلاقي سخط كبير جدا من ناس كتير جدا برضو ان هم بيحبوا الصيف. واي ار يو اكزيستنج؟ بص يا سيدي، مش عارف اقنعك ازاي. ايه الحلو في الصيف؟ يعني خلينا الاول نتكلم عن عيوب الصيف. تلزيق، عرق. طالما انت مش الشعب المصري فانت عارف المواصلات بيبقى حالها ازاي. كفايه الريحه. طرق والمواصلات في الصيف بتبقى اصعب. يعني مش بس انت بتكون المشوار طويل، لا الدنيا بتبقى اصعب بكل ظروفها. وي ار ان وور. في حاجه مش مظبوطه. ممكن نتفق في حته ان ليه الصيف ممكن يكون حلو. الناس طبعا بتوع ايجيبت اللي بيطلعوا مصايف، احنا كمصريين انت لو مصري اصيل انت ما بتطلعش مصيف. مين فينا بيهاف فن في السمر؟ نيجي لجانب الشتاء يقول لك ده برد، برد تقل. العسل بقى اللي يقول لي الصيف اتحريت اقلع. طب اقلع فين؟ اقلع في وسط الشارع. اتحريت في وسط الشارع يا سيدي، اعمل ايه؟ رد. الموضوع لا يحتمل السخريه، الموضوع فعلا حقيقي. في ناس معانا عايشه في الكوكب ده بتحب الصيف، الموضوع مفروغ منه اساسا. الشتاء اجمد من الصيف بكتير. بس خلينا اقنعك، خلينا يا سيدي نتناقش في الموضوع. هات لي حد في الدنيا ما بيحبش المطر. الناس اللي بيحبوا الصيف بيحبوا المطر. طب انت بتعمل ايه؟ انت مين؟ اختار فريق، بيكا تيم. طب ما توترناش. تلاقيه الشخص قاعد يشتم في الشتاء ويجي بس اليوم يمطر ووك ان ذا نايت، وتلاقيه مصور الشارع وهو غرقان مطر. انت مزيف، انت مش حقيقي. اللبس سيمبلي لبس الشتاء اجمد من الصيف. الشتاء فاشن، فيها جواكت جلد، الجواكت القماش الغالي. بص تمشي كده في الشتاء تحس ان الواحد عليه القيمه، صارف. تبص على مبلغ الطقم اللي هو لابسه خصوصا في الاسعار دي، لا انت مكلف. انما في الصيف ايه؟ اي بنطلون واي يا سيدي بلاش بنطلون، اي شورت على اي تيشيرت وخلاص. ما حد شايف حاجه، حد فاهم حاجه. الشتاء حرفيا انت لو مزنوق في اي حاجه البس 60 جاكيت على بعض، الموضوع خلص. فاشن. البس اي بلطو على اي جاكيت على اي بلوفر على اي حاجه،
الدنيا فل، شكلك كيوت وابن ناس ومهندم ومهذب والدنيا زي الفل. يعني عايز اقول لكم ان احنا كده ومش عايشين شتاء. امال لو بينزل عندنا تلج هتعملوا ايه؟ متخيل المتعه؟ بس يا سيدي انف من الشتاء وندخل رقم 6 وهو الليل. انا كائن ليل، الموضوع بسيط. انا ما بعرفش اكزيست في النهار، انا حرفيا قافل الشبابيك طول اليوم. امي بتيجي تزعق معايا كتير، اللي هو يا ابني افتح الشبابيك، يا ابني حبيبي افتح الشبابيك. ايه التسدد الستاره ليه؟ خلي نور ربنا يطلع. الكلمه دي بسمعها دايما طول حياتي، خلي نور ربنا يطلع. انا ما بعرفش اركز غير بالليل. كلنا بنذاكر بالليل، خلينا نوضح الموضوع. كلنا بنأجل المذاكره لليل عشان نعرف نركز، بس ما حدش فينا بيذاكر. بس انت مسماها ايه؟ تذاكر بالليل. تركيزي كله بيكون بالليل. المونتاج انا بعرف امنتج احسن واسرع بالليل، بعرف اشتغل فوتوشوب احسن واسرع بالليل. الخروجات بالليل، كل حاجه حلوه بتلاقيها بالليل. الموفي نايت بالليل. ايه الخروجات اللي في النهار مثلا؟ بص، خروجات النهار كلها فرهاضه. خروجات الليل كده قاعده في المستقانيوس، الدنيا رايقه. بص، الناس كلها بتخلي خروجات الصبح الخروجات اللي مالهاش لازمه، والقعده بتاعت بالليل دي لازم مع الناس الرايقه. موضوع معروف. امتع الحاجات اللي كنت بعملها في حياتي ان انت تسوق عجل بالليل. يا سلام لو على البحر. that's يعني what else do you need in life؟ عايز ايه تاني؟ you got some big issues. لو مش متفق مع الكلام ده، لو ما بتعرفش تسوق عجل you got an issue you have to deal with it. واخيرا النوم. بسيطه يعني، مش محتاج اشرح. اظن كل الناس هتتفق معايا في الموضوع ده. بعيدا عن السهر دي نقطه ثانيه، بس مين مثلا ما بيحبش النوم؟ عندي سؤال ليكم بمناسبه النوم. ايه الريكورد بتاعك في النوم؟ ايه اكتر عدد ساعات نمتوا؟ انا to talk about myself ما اعتقدش حد يعرف يبيت الريكورد ده. 19 ساعه. 19 ساعه. كان يوم بعد الامتحان ولسه كان من اسبوع الكلام ده. النوم ما اقدرش يعني، مش هقدر اقنعكم ان هو قد ايه جميل. فممكن نتكلم شويه عن المصاعب النوم، خصوصا لو انت اصغر واحد في العيله زي حالي. انا واخويا 2 اخوات بس وانا اخ. لو تجرأت ان انت تقدر تخش تنام في وسط اليوم انت عملت جريمه. استحمل اللي هيجي لك، ما تلومش حد غير نفسك. no one will let you. محدش هيسمح لك. الحته اللي انت نايم فيها دي هتبقى بتنقط عسل. حتى لو بالليل هتلاقي النور بيتفتح عليك، صوت عالي. يا سلام لو انتم متصالحين مع الجيران من البلكونات، الموضوع بقى يعني صوت. ولو متخانق مع الجيران هتلاقي جارك مشغل اغاني طول اليوم. يا سلام لما بيشغل اغاني، عارف اللي هو بينقي الوقت كده. لا بشوي بيصور ضخ، نبدا نشغل اغاني في الالبوم العظيم اللي بنشغله كل يوم. بما اننا بنتكلم عن النوم، وحاجه من ضمن النوم هي الاحلام. يا سلام لو غطست في حلم جميل. يا وخصوصا عارف المتعه بالذات الناس اللي بتعرف تتحكم في الاحلام بتاعتها، واللي انا واحد منهم. انا بقدر اتحكم في الحلم، مش ككل بس بقدر اتحكم يعني good enough. سؤال طبعا ان انا بعرف اتحكم في الاحلام بتاعتي، فهل انا بعرف اطير في الحلم؟ ساعات ويبقى يا سلام. اللي انا بعرف اعمله حقيقي في اي حلم ان انا بعرف اصحي نفسي من الحلم. وانا ما بعملش كده غير نادرا، يعني ان انا بصحي نفسي من الحلم. يعني انا ممكن اكون في عصابه مكسيكيه بتطاردني وبحاول على قد ما اقدر ان انا اقاوم الموضوع وفايت باك وكده. الموضوع لو يأس مني خلاص بقى بضطر اصحي نفسي. اصل ليه اموت يعني الموضوع ده. عايز اقول لكم ان ايوه كلنا حلمنا بالحلم ان انت بتفضل تجري تروح نط من البلكونه وميت، وان انت بتتخيل ان انت ممكن تمسك في الحبال وتنزل وتبقى رجل حبلكوت. We all have that dream. كلنا عندنا الحلم ده. ف you are not weird. وبس اعزائي المشاهدين، اتمنى اكون شملت الموضوع كفايه. وبالمناسبه الفيديو ده is not scripted، انا ما كنتش عامل سكريبت الفيديو ده، فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم نهايه الفيديو. اتاكدوا ان انتوا تكونوا عاملين لايك وسبسكرايب للقناه لو انتوا ما كنتوش عملتوا قبل كده. ف it's time you have to subscribe now. اوكي، قبل ما العرض يفوت ان هو دلوقتي ببلاش تماما. وبرضه تابعنا على الانستجرام لو حابب تشوف كواليس الفيديوهات او يعني الابديتس اللي بتابعكم بيها. ان اي ابديت بكون مثلا قايل من هناك ان انا هنزل حلقه النهارده، فتكون على هبه الاستعداد ان انت تتفرج على الفيديو. وبس انا بشوي مار، واشوفكم في فيديوهات تانيه. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.